اعرفك ازاي تقدر تقدم على المسابقه الخاصه بوزاره التربيه والتعليم. طبعا في مسابقه كده هيختاروا حوالي 30,000 معلم، فطبعا لقيت ناس كتيره مش عارفه تقدم ازاي، فحبيت اعمل الفيديو ده لعله عسى يكون حد لسه مش عارف يقدم ازاي، فممكن تلجأ تروح بقى سايبر، تروح اي مكان تاني تشوف حد تاني يقدم لك. فان شاء الله انت من خلال الفيديو ده تقدر ان انت تقدم بكل سهوله، والموضوع سهل جدا. تمام. فانت دلوقتي لو معاك الاوراق جاهزه ومجهز اوراقك، تعمل ايه علشان تقدر تقدمها وانت في بيتك، مش مضطر ان انت تروح لاي حد علشان يقدم لك الاوراق دي. فارد تكمل معايا الفيديو ده، بس الاهم كده تصلي على النبي في الكومنتات. وتعالى دلوقتي هقول لك تعمل ايه. دلوقتي طبعا انت هتصور الصور بتاعتك دي، هتصورها عادي بموبايلك وتبدا تكون مجهزها عندك كالاتي. يعني مثلا كده انا مصور الصور اللي هبدا اقدم بيها، هوريك دلوقتي. بس الصور دي انا لما جيت اشوف حجم الصوره لقيت حجم الصوره كبير جدا. يعني زي ما انت شايف حجم الصوره 2.1 ميجا بايت، فالحجم كبير جدا. على الاقل لازم يكون اقل من 1 ميجا بايت. فهتعمل ده ازاي؟ هقول لك دلوقتي. الموضوع بسيط جدا، ولازم تتاكد من حاجه ثانيه اللي هي صيغه الصوره جي بي جي. لازم تتاكد ان الصيغه كالاتي. لو لقيت الصيغه غير كده هتروح عادي على جوجل تبدا تكتب تغيير صيغه الصوره، هيجي لك اكتر من موقع. اول موقع هيظهر لك ابدا ادخل ضيف للصوره وهيغير لك الصيغه بتاعتها كالاتي. تمام. لكن انا عندي موبايلي وممكن غيري يكون كده، مجرد ما هتصور هي الصيغه مش هيكون فيها مشكله، لكن المشكله هتكون في الحجم. فهتعمل ايه بخصوص الحجم؟ هنبدا برضو نقلل حجم الصوره، والكواليتي بتاع الصوره بيكون زي ما هو ما بيقلش. هتبدا تدخل كده على الويب سايت ده او الموقع ده، وكل اللي عليك هنا يا صاحبي هتبدا تختار الصور من هنا، تضيف الصور بتاعتك اللي انت صورتها وهيبدا يضغط لك الصور. هنعمل ده ازاي؟ هبدا ادخل كده عادي واجيب كده الصور اللي انا مجهزها. بدات احدد على الصور، المفروض ان هم 7 صور. هبدا اعمل اضافه، وزي ما انت شايف دي الصور. هبدا اضغط كده من تحت ضغط الصور، وهنتظر كده لحد ما يتم رفع الصور على الموقع ده. زي ما انت شايف كده تم رفع الصور، والمفروض الصور بقت جاهزه معانا. كل اللي عليك بتبدا تحمل بقى الصور المضغوطه من هنا، وهتكون نزلت عندك على الجهاز. انا حبيت اعمل النموذج ده اقدم قدامك علشان اوريك كل حاجه من اول خالص ضغط الصور. تمام. علشان ما يقابلكش اي مشاكل وانت بتقدم في الموقع لحد الاخر، لحد ما هيجي لك كود الطلب بتاعك اللي انت هتتابع بيه بقى التقديم بتاعك وصل لفين. تمام. حبيت اعمل ده زي ما قلت لك علشان ما تروحش تلجأ لاي حد ان هو يقدم لك، او تروح سايبر وتدفع فلوس. لا، الموضوع بسيط معاك اهوت. بس يا ريت كده يا جماعه تعملوا شير للفيديو ده علشان غيرك يستفيد. تمام. فطبعا زي ما انت شايف هنا تم تنزيل الملف. هبدا اعمل فتح، وابدا اختار هنا مدير الملفات بتاعي. وزي ما انت شايف دي الصور اللي نزلت معايا. ولو جيت تبص على حجم الصور، كل الصور بقت بالكيلو بايت، مفيش صوره بتعدي ال1 ميجا بايت. تمام. يعني مفيش صوره خالص 1 ميجا، كله كيلو بايت زي ما انت شايف كده. فده طبعا هيسهل معاك في عمليه الرفع على الموقع بتاع الوزاره. خش على موقع الوزاره، وطبعا هسيب لك الرابط في الوصف. زي ما انت شايف ده اللي هيظهر معاك. هتبدا تروح على كلمه الوظائف دي، وهنا طبعا هتبدا تنزل خالص تروح على ايه اخر حاجه. طبعا انت هتشوف انت عاوز تقدم على ايه. يعني دي بوابه خاصه بالوظائف الحكوميه، فانت بتدخل تدور بقى انت عاوز تقدم على ايه. انا دلوقتي بتكلم عن المسابقه بتاعت 30,000 معلم بتاعت وزاره التربيه والتعليم. فاحنا كده اخترنا اخر حاجه اللي هي الثلاثه. وهنا زي ما انت شايف اهو وزاره التربيه والتعليم. وهنا طبعا الوقت كان من يوم 24/2 هينتهي يوم 27/3 زي ما انت شايف. احنا هنا هنبدا بقى نشوف احنا هنختار احنا محافظه ايه. تمام. يعني هنا هتلاقي بيقول لك معلم ماده اللغه العربيه محافظه اسوان. تمام. وجايب لك الادارات بتاعت كل محافظه بالشكل الاتي. هنا مثلا معلم اللغه العربيه محافظه الاقصر، وهكذا. انا هبدا انزل بقى على محافظه القليوبيه. معلم ماده اللغه العربيه محافظه القليوبيه، هبدا اضغط عليها. ودي طبعا بيانات الوظيفه، هو بيدي لك الحاجات المطلوبه وشروط المتقدمين ايه، وكل الكلام ده طبعا انت المفروض هتكون عارفه او تقراه قبل ما هتقدم. هتبدا تنزل كده وتبدا تقول تقديم طلب. هنبدا نعمل حسنا. طبعا هنا هيبدا يقول لك اكتب الاسم بالكامل كما هو مدون في البطاقه. فهنا لازم تكتب اسمك زي ما هو مكتوب في البطاقه. طبعا اسم الشهره يعني مش لازم، مش اجباري ان انت تكتبه في ما فيش خلاص. الاهم الكلام اللي عليه نجمه حمراء دي، ده لازم ان انت تدخل البيانات بتاعته. لكن الخانه او المكان اللي مش عليه نجمه حمراء فمش لازم ان انت تكتب فيه اي حاجه. يعني هنا طبعا الرقم القومي، هنا اختار النوع ذكر ام انثى. طبعا المحافظه، الموضوع كله بسيط جدا. فتنزل تحت هنا بيقول لك من فضلك اكتب العنوان طبقا للرقم القومي. هتكتب عنوانك زي ما هو مكتوب في الرقم القومي. وهنا الشارع اكتب بقى اسم الشارع. تمام. ورقم العقار. وهنا طبعا بيقول لك رقم الموبايل، وهنا رقم الموبايل الثاني والبريد. تمام. فكل الحاجات دي سهله. في الاخر بقى تبدا تعمل بيانات الحاله الصحيه. بيقول لك لو حضرتك من الاشخاص
ذو الاعاقه من فضلك اضغط على المربع. طبعا لو انت ذو اعاقه زي ما هم كاتبين كده هتبدا تعلم هنا. لو انت تمام هتبدا تنزل وتشوف اللي بعده بيانات المؤهل. المؤهل ايه؟ طبعا التخصص زي ما انت شايف. التقدير برضو نفس الكلام. النسبه المئويه كل ده مكتوب عندك في الشهاده. سنه التخرج اكيد انت عارف اتخرجت امتى، وبتبدا تعمل التالي. طبعا هنا بيقول لك البيانات دي مش هينفع ان احنا ندخل على التالي الا لما البيانات دي تبقى مكتوبه. هبدا اكتب البيانات دي وهدخل على التالي اوري لك بيظهر ايه. تمام، انا ماشي معاك خطوه خطوه، يمكن الفيديو طول شويه بسبب كده. تمام، طبعا كده خلصنا اول صفحه، ملينا كل البيانات بتاعتنا وهنبدا نعمل التالي. هل انت متاكد من صحه رقمك القومي والاسم الكامل ومش عارف ايه والكلام ده؟ هتبدا تعمل حسنا. زي ما انت شايف هنا بيقول لك بقى بيانات الدفع. اسم البنك ايه؟ انا مثلا معايا ايصال من بنك مصر. رقم الايصال مش ضروري، يعني اي رقم عندك في الايصال اكتبه ما تقلقش. تمام، وليكن مثلا هنكتب الرقم ده. تاريخ الدفع هتبدا تشوف بقى انت دفعت يوم ايه وتبدا تكتب تاريخ الدفع. كده انا مليت البيانات دي بالنسبه لبيانات الدفع. كتبت طبعا بنك مصر ورقم الايصال. رقم الايصال في عندك كده رقم هتلاقي اور ريفرنس. تمام، الرقم ده هتلاقي بيبدا باف جي بي 250 وهكذا. تمام، ممكن تكتبه او اكتب اي رقم عندك في الايصال زي ما قلت لك ما تقلقش. تمام، في عندك بقى تاريخ الدفع، اكتب تاريخ اليوم اللي انت دفعت فيه. وهنا طبعا المستندات المطلوبه. يمكن ده هو اللي طول الفيديو شويه في اول الفيديو لما قلت لك هتصور الصور وهتبدا بقى تضغط الصور ازاي وتعمل ايه علشان لما تيجي تقدم الصور بتاعتك هنا ما يظهر لكش اي مشاكل خالص. تمام، هنبدا اول حجه كده الصور طبعا جاهزه معانا. هنبدا نعمل ايه؟ بيقول لك هنا الصوره الشخصيه. هبدا اختار كده على اختيار ملف واضيف الصوره الشخصيه. تمام، ادخل كده على الالبومات دي واروح هنا اختار الصوره الشخصيه. طيب هنا بيقول لك الرقم القومي وجه اول ساريه. هنا بيقول لك صور. هنا بيقول لك ارفع لي صوره بطاقه الشخصيه، وش الصوره كالاتي. هنا بيقول لك الظهر بقى او الثاني. هنبدا نختار كده صوره الظهر. طيب هنا بيقول لك المؤهل الدراسي. هنبدا نختار بقى الشهاده الجامعيه بتاعتنا. تمام، هنا بيقول لك المؤهل الاعلى مش لازم. هنا بيقول لك الموقف من الخدمه العسكريه. هنبدا نختار الشهاده اللي هي بتاعت اداء الخدمه العامه او شهاده الجيش لو انت ولد. بيقول لك صحيفه الحاله الجنائيه اللي هي الفيش والتشبيه. وبكده احنا رفعنا الملفات بتاعتنا وهنبدا نعمل تحميل الملفات. بس الاهم طبعا تبدا تضغط على المربع ده، تعمل علامه الصح وتضغط هنا على تحميل الملفات. تمام، لان المفروض الملفات دي هتظهر معاك هنا في الموقع. فلو انت بقى عندك حجم الصور ده اكبر 1 ميجا بايت هيجي لك مشكله ومش هينفع يتحمل معاك في الموقع. تمام، فقلت لك طبعا الحل ايه في اول الفيديو. هنا بيقول لك تم رفع المرفقات وجايب لك كل حاجه انت رفعتها. نبدا نعمل حسنا. وزي ما انت شايف لو جيت تحت كده هتلاقي جايب لك بقى كل حاجه انت رفعتها، ظاهر لك الصوره بتاعتها. تمام، طبعا انا خافي لو خدت بالكم الكلام ده لان دي بيانات شخصيه ما ينفعش ان انا اظهرها في الفيديو. تمام، انت وانت فاتح معايا مثلا الويب سايت هتبقى فاهم كل حاجه، تبقى المفروض ان هي ظاهره قدامك. فلو جينا بصينا كده كل حاجه اترفعت معانا وعملنا هنا على المربع الصغير ده علامه صح، هتلاقي فيه كده كلمه على الجنب وهتبدا تضغط عليها. طبعا انا بقدم لك دلوقتي من الموبايل فعلشان كده الوضع مختلف عن جهاز الكمبيوتر. تمام، هنا بيقول لك من فضلك قم بتحميل ايصال الاداء البنكي. اوكي، انا كده نسينا نرفع الايصال البنكي. الايصال البنكي اوكي، احنا نسينا ازاي نرفع الايصال البنكي. الايصال البنكي اهو يا جماعه. تمام، ونبدا نعمل تحميل الملفات لان في حاجه انا نسيتها. زي ما انت شايف تم رفع المرفقات ايصال مش عارف ايه، وهنبدا نعمل حسنا. بكده احنا المفروض تمام، ونقدر نضغط على اخر حاجه تحت هنا دي وهيجي لك المفروض رقم الطلب بتاعك. هيجي لك زي ما انت شايف ده رقم الطلب اللي هقدر اتابع بيه. هتقدر تتابع بيه بقى. بيقول لك اهو للتواصل والاستفسار مديلك ايه البريد بتاعهم كالاتي. تمام، وده رقم الطلب مهم جدا لازم يكون معاك لان ده اللي انت هتقدر تستعلم من خلاله. تمام، ده كان فيديو النهارده. يمكن الفيديو طويل شويه بس زي ما قلت لك ده هيجيب لك من البدايه خالص للاخر، ولو في اي مشكله هتقابلك فانت عرفت حلها في الفيديو. تمام، واتمنى تعمل شير لغيرك علشان لو حد غيرك عاوز يقدم يشوف الطريقه ازاي. تمام، ويا ريت طبعا لو انت جديد ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك اي جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.